اهم مبدأ في الفاينانشال سيكيورتي او الامان المالي هو تنويع مصادر الدخل. ان الواحد ما يبقاش معتمد على المرتب اللي بيجيله كل اخر شهر وعايش عليه. علشان كده هو عمره ما هيبقى في امان وهيفضل على طول عبد للشركة وعبد للمرتب اللي بيجيله. حتى لو المرتب كبير على فكرة ومعيشك كويس، هنفترض ان انت شغال في شركة كبيرة وبتقبض 100,000 جنيه في الشهر ووضعك مستقر والدنيا تمام، برضو كل ده مش مضمون، عشان كل ده ممكن يتغير في اي وقت. انت ممكن بكرة الصبح تتعارك مع مديرك يخليك تكره الشغل. ممكن الشهر اللي جاي الشركة تقرر تصفي 50% من الموظفين وتقول لك مع السلامة. ممكن الشهر اللي بعده في الظروف السياسية الاقتصادية الشركة تقرر تقفل المقر بتاعها. أي حاجة ممكن تحصل، سواء بقى أنت مظلوم أو مش مظلوم. الحاجات دي بنسمع عنها كتير، يعني السيناريوهات دي كنا في الأول ممكن تسمعها مرة مرتين في السنة، لكن في آخر سنتين ثلاثة كل أسبوع تقريبا أو كل شهر حد من صحابي بيحكي لي إن حصل معاه حاجة من كده. فلو أنت كل اعتمادك على مرتبك وهو ده المصدر الأساسي الوحيد اللي بيجيلك منه فلوس، والمصدر ده اتقطع لأي سبب من الأسباب، أنت كده هتبقى في مشكلة. ما أنت عندك مصاريف والتزامات هتدفعها منين؟ لكن الناس الذكية اللي بتدور على الأمان المالي هم اللي بيبدأوا ينوعوا مصادر الدخل. بيعملوها إزاي؟ إن ممكن يكون شغال في مكان مثلا فول تايم بياخد منه 8000 جنيه في الشهر، وبيشتغل في مكان تاني بارت تايم بيجيله 4000 جنيه في الشهر، وبيشتغل فريلانس ساعتين ثلاثة في الأسبوع بيجيبوا له 2000 جنيه في الشهر. هو كده معدد مصادر الدخل، بيجيله رسالة بالفلوس من أكتر من مصدر. فلو افترضنا إن لا قدر الله أي مصدر منهم اتقطع في أي وقت من الأوقات، هو هيبقى كويس علشان معتمد على مصادر الدخل التانية يعرف يصرف بيها على حياته لحد ما يجيب مصدر بديل للي اتقطع. هو ده السر في كلمة financial security أو أمان مالي، إن الناس تبقى حاسة بالأمان علشان عارفة إن هي مش معتمدة على مصدر واحد للفلوس. لو اتقطع هي هتبقى في خطر، لا هي مأمنة نفسها بالبدائل الأخرى. اعتبر الموضوع عامل زي الترابيزة، لو ليها رجل واحدة أكيد هتقع، لكن لو ليها 4 رجول ده هيخليها واقفة ثابتة في مكانها. وده الهدف اللي انت محتاج تبدأ تحطه قدامك، ان انت في 2026 تبدأ تدور على مصادر دخل جديدة، حتى لو مصدر دخل زيادة. مصدرين أحسن من مصدر، عشان هو ده اللي هيخليك ثابت في مكانك ويبدأ يخليه عندك أمان مالي. أنا حسين النسر، هساعدك تتعلم عن مصادر الدخل المختلفة وخليك تكون ماني مانجر.